حذاري ثم حذاري انكم تفكروا ان لعيبه كرة القدم بتحب بعض او حتى اصدقاء. بالعكس، كرة القدم مليانة بالعداوات وبقصص الانتقام. علشان كده يا جماعة في الفيديو ده هنعرفكم اكتر حالات الكره في كرة القدم، من اول لعيبة بتحسد بعض وان شخص دفع غرامة 17 مليون دولار لحد لاعب ضرب لاعب تاني وخلاه يروح على المستشفى على طول. علشان ما نطولش عليكم، مش عاوز منكم غير انكم تصلوا على سيدنا محمد وتدوسوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد. خلينا نبدا. اول قصه من قصه الانتقام هي قصه انتقام اللاعب هالاند من الراجل اللي قتل ابوه. وعلشان نفهم القصه كويس لازم نرجع لشهر ابريل سنه 2001. وقتها كان بيتلعب ماتش بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. علشان نيجي للدقيقه 84 من عمر الماتش كانت النتيجه تعادل ايجابي 1-1. بيروح لاعب المان يونايتد روي كين وبيتدخل تدخل عنيف بحذائه في ركبه والد هالاند لاعب المان سيتي. التدخل كان عنيف وقوي جدا على ركبه والد هالاند، خلى وقتها والد هالاند يترمي على الارض زي ما تكون خبطته عربيه كانت على سرعه 140. يسكت روي كين؟ لا، ده راح له كمان لحد عنده وقال مقولته الشهيره: لقد انتظرت هذه اللحظه طويلا جدا. اما والد هالاند المسكين فطلع من الملعب على نقاله. وبعد الفحوصات الطبيه وغيرها اتبين بعدها ان اصابه والد هالاند كانت كبيره جدا. الاصابه دي قضت حرفيا على ركبته اللي هي اصلا كانت مليانه اصابات من الاساس. علشان يروح بعدها والد هالاند يعتزل كره القدم نهائي ويروح يشتغل موظف عادي في شركه نرويجيه ويبطل خالص يلعب كره قدم، وخد قراره ان عمره ما هيرجع لها تاني ابدا طول حياته. طبعا الحادث البشع ده عمل كره كبير جدا عند هالاند الصغير، اتولد جواه كره كبير جدا لروي كين وكمان لفريق المان يونايتد كله. طبعا الكره ده خلى هالاند يكبر وجواه شيء واحد، انه يكبر ويبقى لاعب كرة قدم محترف ويلعب لفريق والده. وبتروح سنين وبتيجي سنين علشان يكبر هالاند الصغير ومش بس يبقى لاعب كرة قدم، لا ده كمان يبقى ماكينة اهداف سفاحة حرفيا. بعد ما اتألق هالاند بشكل كبير جدا مع الجراد الاصفر دورتموند، هالاند بيقول لنفسه كفايه كده قوي بالصلاة على النبي، ولازم اروح بقى اجيب حق ابويا ولازم انتقم من الفريق اللي دمر مسيرة ابويا. علشان يروح هالاند ينتقل لفريق ابوه القديم مانشستر سيتي. وللعلم لحد حالا هالاند عمره ما خبى كرهه للمان يونايتد، لانه اول ما انتقل للسيتي سالوه مين اكتر فريق بتتمنى انك تقابله. I have to say, I don't like to say the word, but Manchester United, yeah. ويا ريت بس كره هالاند وقف لحد كده، لا ده في مره من المرات جه طفل صغير من مشجعي المان يونايتد وطلب منه انه يتصور معاه علشان يقوم هالاند يغطي شعار اليونايتد اللي على التيشيرت بايده علشان ما يبانش الشعار في الصوره. ولان يا صديقي الدنيا زي الخياره، يوم في ايدك ويوم في لفت الحياه يا صديقي. وجه اول ديربي بين الفرقتين اللي لعب فيه هالاند علشان يقوم السفاح هالاند بانه يسلخهم هاتريك محترم ويطلعهم بهزيمه تاريخيه. وبعدها كمان بيشمت فيهم هالاند وبيخسرهم كاس الاتحاد الانجليزي وبياخد بطار ابوه من روي كين والشياطين الحمر بافضل صوره ممكنه. وبالرغم من قصه هالاند وانتقامه فيها الا انه ما يجيش حاجه جنب اللاعب اللي دفع 17 مليون علشان بيكره مدربه، ولا حتى تيجي قصه هالاند حاجه جنب قصه اللاعب الاخير اللي بسبب كرهه لغريمه قام بعته للمستشفى على طول. المهم خلينا نروح لحاله الكره اللي عليها الدور. علاقه اتحولت من علاقه صداقه خارقه لعلاقه كره غير محدود بالمره. كلنا عارفين ان باريس راحت جابت نيمار من برشلونه اللي هو خرج من ظل ميسي وكده، علشان نيمار حريف وممتع كرويا وده هيأثر بالايجابي على باريس. بس غلطه باريس الكبيره ان في حاجه اسمها مبابي موجود في النادي. ومن رايي الشخصي ان علاقه الكره بين نيمار ومبابي كانت السبب في تدمير اقوى خط هجوم وقتها، واللي هو طبعا كلنا عارفين الثلاثي مبابي ونيمار والاسطوره ليونيل ميسي. بس خلينا نتكلم كمحايدين ان العلاقه بين نيمار ومبابي ما كانتش كده في الاول. في البدايه الاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا، لان اول ما جه مبابي لباريس كان وقتها نيمار مرحب بيه جدا وقدر يكون مبابي صداقه قويه جدا مع نيمار. كانوا بيخرجوا خروجات مع بعض وبيعملوا اعلانات مع بعض، حتى الاحتفالات الغريبه بعد الاهداف برضو كانوا بيعملوها زي بعض. اصل احنا بنعمل كل حاجه مع بعض ولا مش باين؟ هنشوف. بس بعد ما بدأ امبابي يتألق بشكل ملحوظ جدا وبقى هو رقم واحد في النادي وكمان بقى هو المنفذ الاول لضربات الجزاء في الفريق، ده عمل حالة زعل كبيرة جدا عند نيمار، اللي هو انا يعني مشيت من برشلونة علشان اخرج من ظل ميسي وابقى رقم واحد، يجي انت يا امبابي تبوظ عليا دوت واخرج من ظل ميسي الاقي ظل امبابي. ومن النقطة دي يا صديقي حصلت حالة الكره بين الاثنين واللي كان اساسها نيمار وغيرته من تألق امبابي. وبما ان نيمار بالارقام افضل من امبابي في تنفيذ ضربات الجزاء، لان نيمار وقتها كان مضيع بس 15 من اصل 89 خلال مسيرته ومبابي مضيع 7 من اصل 36 خلال مسيرته. وبحساب النسبه فنيمار فعلا اتفوق على مبابي. وعلشان يجي موقف فعلا يوضح لنا قد ايه نيمار مش مرتاح وفي جواه كره لمبابي، انه جه في ماتش الماتشات باريس جالهم فيه ضربه جزاء من ماتشات الدوري وبديهيا ان مبابي هو اللي هيدخل يشوطها، وبيروح مبابي يشوطها فعلا وهوب بيضيعها. وهنا بقى يا صديقي يبان جدا على نيمار انه مش راضي خالص بده، وكمان شويه شماته في مبابي. علشان يجي ماتش
تاني لباريس وياخدوا فيه ضربه جزاء، بس هنا رفض نيمار رفض تام انه يسيبها لمبابي علشان يروح نيمار يشوطها ويسجلها، ويقوم محتفل احتفاله المشهور اللي كان بيطلع فيه لسانه زي ما يكون بيوجه رساله لمبابي وبيقول له فيها انت بس يا مبابي اتعلم تشوط ضربات جزاء زيي وقتها اقدر اعتبرك منافس ليا. وبعد الماتش لما رجعوا الاثنين لغرفه الملابس قالت بعض الصحف ان هم كانوا على وشك ان هم يتعاركوا مع بعض، وبدات المشكله بينهم تكبر جدا بسبب الاعلام والصحف. Mbappe is doing it on his own to fill his ego. Neymar is doing it on his own to fill his ego because both of them feel like they should be number one. And guess what? Neither one of them are number one. Lionel Messi. And as long as Lionel Messi is part of that team, they have to defer to him. بالذات اللقطه اللي جت لمبابي وهو مر على دكه البدلاء وزهقان فيها بسبب مستوى نيمار اللي هو بيلعب بطريقه مقرفه ومقززه جدا، ومره تانية وصف مبابي نيمار انه مشرد علشان سيره الاثنين تبقى على كل لسان، لدرجه ان الصحف والاعلام بقت تتريق على تصرفاتهم الطفوليه. بس ان جينا للحق فنيمار هو السبب الرئيسي للكره ده وللحال اللي وصلوا له، وخلينا نقول ان نيمار كان غيران جدا وبيحسد مبابي لانه امهر منه وخد منه اللقطه، وبسبب ده جدد مبابي عقده مع باريس، وبكده بقى ليه راي كبير في انتقالات فريقه. علشان تطلع تقارير صحفيه كتيره بتقول ان مبابي مش عاوز نيمار معاه في الفريق وعاوزهم يمشوه في الانتقالات الصيفيه، يعني بكل بساطه مبابي بن فايزه بقى يتشرب. وكمان الكره والخناقات بين الاثنين كان من اكبر اسباب خروج ميسي وانه ما جددش عقده، وده خلى ميسي يقول لنفسه وقتها هو ايه شغل الاطفال ده؟ مش كفايه عليا اولادي في البيت؟ يلعن ابوكم لابو النادي لابو فرنسا كلها. وما جددش ميسي عقده ومشي. بس وقت ما سمع نيمار ان مبابي عمال يتشرط على الخليفي وانه مش عايزه يفضل في الفريق، بيروح نيمار على العلن وبيقول انه مش عاوز يكمل مع النادي وعاوز يمشي. يقصد انه مش عاوز يكمل مع مدرسه الخليفي لرعايه الاطفال والرضع. ولان يا صديقي فرنسا هي بلد الكرواسون والفضايح الكرويه مؤخرا فهنفضل فيها شويه، وهنحكي لكم عن قصه امتع من دي بكتير، قصه فيها تهديد وعصابات ونسوان مش لاقي راجل يلمها. في سنه 2015 كان وقتها كريم بنزيما وزميله ماسيو فالابوينا زمايل واصدقاء جدا في المنتخب الفرنسي اللي هو اسم الله عليهم ربنا يحرسهم. في يوم من الايام بتوصل رسائل لفالابوينا على موبايله ان لو ما دفعش الفلوس المطلوبه منه هيتم نشر ليه مقاطع جنسيه وهو مشترك فيها، وفضيحته هتبقى فضيحه المتطهر يوم طهوره. وهنا صاحبنا ماسيو بيخاف جدا من ده وبيقرر انه يعرف صاحبه بنزيما بكل اللي حصل، وكمان ياخد رايه ويقول له اعمل ايه. وكلنا عارفين ان ابو ابراهيم مسمينه الحكومه، وكمان كان عنده سوابق وخبره جدا في الامور اللي زي دي. بس الغريب في الموضوع ان بنزيما قال له حاجه غير متوقعه، قال له ما تدفع عليهم الفلوس وريح دماغك، انا لو مكانك يا فالابوينا الله لو وكيل متاخر دقيقه وادفع لهم الفلوس دي على طول. بس الغريب ان بعد فتره بتبدا الشرطه الفرنسيه تتعمق بالموضوع اكتر وتكتشف حاجات جديده عن الواقع، علشان تروح الشرطه وتعمل تتبع لموبايل بنزيما ومكالماته. وبالفعل قدروا يمسكوا على بنزيما مكالمه صوتيه لشخص مجهول وهو بيقول له فيها انه لا ياخذ الامر على محمل الجد لكن ليس لديه خيار اخر، لا تقلق سوف يدفع لا محاله. وهنا طبعا بنزيما كان قصده على صاحب عمره ماسيو، وهنا طبعا بيتم ادانه بنزيما وبعدها بتطلب الشرطه بتحويل القضيه للمحكمه. وبما ان التسجيل الصوتي ده بيدين بنزيما بانه مشارك في العمليه دي فبيطلع قرار بالسجن لمده سنه كامله مع وقف التنفيذ للبنز. لكن الحادثه دي للاسف ما خلتش فالابوينا بس يكره ابو ابراهيم، لان ده خلى كل فرنسا وقتها وقفت ضده وكرهته، لدرجه ان المدرب ديشامب وقتها رفض يستدعي البنزو للمنتخب اللي رايح لكاس العالم في روسيا 2018، وانحرم كمان البنزو انه يتوج بكاس العالم 2018 مع زمايله الفرنسيين. هو بنزيما رجع للمنتخب بس الاكيد ان كره فالابوينا ليه عمره ما قل، وكمان هيفضل الاثنين دول اعداء طول العمر. اما علاقه الكره اللي عليها الدور فهي اللي خلت رونالدو يدفع 17 مليون دولار. القصه بدات لما رجع رونالدو على اليونايتد من هنا، وبدات الشياطين الحمر تعمل اداء كارثي من هنا. طبعا شباب الاداره باليونايتد راحوا عينوا تين هاج المدرب الهولندي اللي كان اسطوري مع اياكس وخلوه مدير للفريق الاول. واول ما وصل المدرب للفريق بدا يحط قوانين صارمه جدا، وبصراحه الكل فيهم خد باله ان القوانين دي كلها هو حاططها وقاصد بيها كريستيانو رونالدو. فاول قرار كان منع اللعيبه من استخدام طباخهم الخاص في النادي، وطبعا ده شيء مش منطقي خالص بالنسبه للدون، لان نظام حياته كان مشهور انه نظام دقيق جدا، والاكل الصحي اللي ماشي زي ما الكتاب قال لا سعره حراريه زياده ولا سعره حراريه ناقصه. ويروح تين هاج يجبر كل اللعيبه ان هم ياكلوا من الاكل اللي بيتعمل في النادي. طبعا هنا رونالدو كبر عقله شويه وما خدش اهتمام بالموضوع خالص وكمل عادي، علشان يقوم تين هاج بانه يطلع بقرار تاني بانه يمنع اللعيبه بان هم يدخلوا النادي بعربياتهم الفخمه. ولما سالوه ليه قال لهم لان العربيات دي بتجذب الانظار. هو بصراحه سبب غير مقنع بالمره، والطبيعي واللي كلنا عارفينه ان رونالدو مستحيل يكون عنده عربيه عاديه، كل عربيات رونالدو فخمه وغاليه جدا. وهنا بيجبر المدرب تين ان رونالدو يجي النادي بعربيه عاديه زيه زي الحارس بتاع النادي. هو الدون بدا فعلا يكره المدرب ده جدا، لكن الدون
كبر دماغه تاني وسكت وقال معلش كل يهون علشان خاطر النادي، المهم اني بلعب ووضعي كويس. بس للاسف الوضع ما استمرش حلو، لان المدرب تنهاج بيستنى ماتش معين للشياطين الحمر ويقوم بإبعاد الدون نهائي عن الماتش، والماتش التاني بيخليه احتياطي بالفريق وما بينزلوش، وماتش تالت خلاه احتياطي ونزله في اخر الوقت الضايع. حاجه كده ما تليقش باسم ولا المستوى اللي الدون بيقدمهم. طبعا لان دي حاجه ما تليقش بالدون قام رفض انه ينزل الملعب وزهق وخرج. لا وكمان وهو خارج فضل يشوط في ازاز الميه يمين وشمال. وبمقابله الدون اللي كلنا عارفينها مع الصحفي بيرس مورجان قال رونالدو كده بالحرف. trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. وزي ما قلت لكم فوق بالظبط الكره ما خلصش لحد كده. بعد اذاعه اللقاء اللي فات ده اعلن فريق مانشستر يونايتد بانه فسخ عقد اللاعب رونالدو بالتراضي، وبالشكل ده بيخسر رونالدو حوالي 17 مليون دولار من مستحقاته. ومن هنا لازم نروح لبلاد الشوكولاته والبطاطس المقليه. الكل متفق معايا ان دي بروين وكورتوا كانوا من اهم لعيبه المنتخب البلجيكي في كاس العالم روسيا 2018، بس للاسف الاثنين دول راحوا المونديال وهم مش متفقين خالص، لان في سنه 2014 بتقرر حبيبه دي بروين انها تخونه مع صاحبه كورتوا. الخيانه دي حصلت لما راحت حبيبه دي بروين لمدينه مدريد وقت ما كان كورتوا موجود هناك. وللامانه كورتوا ما قصرش خالص وعمل معاها الواجب على اتم وجه. راح كورتوا وعزمها في مطعم على العشاء وتعشوا مع بعض، وبعدين كلنا عارفين ايه اللي حصل. كورتوا الندل ما كانش هين عليه خالص انه يحرج صاحبه دي بروين، بس حبيبه دي بروين مش بس جرحته، لا دي ذبحته من الوريد للوريد في التصريح بتاعها لما قالت منحني كورتوا في ليله واحده ما لم يمنحني به دي بروين في علاقه دامت ل3 سنوات. ولما سالوا الطاهره ما عندك ملايين الرجاله في العالم اشمعنى بتخونيه مع صاحبه، ردت الطاهره وقالت لقد خنته مع صديقاه كورتوا لان دي بروين خانني مع صديقاتي القديمه عام 2012. ومن هنا طبعا علاقه كورتوا بدي بروين اتدمرت، وكمان اتلغى الجواز اللي كان هيتم بين دي بروين وصديقته الطاهره، وبدا كره دي بروين الغير محدود لكورتوا. طبعا كلنا فاكرين قد ايه ان كان دي بروين مبسوط لما سجل في كورتوا في نص نهائي دوري الابطال، وازاي دي بروين احتفل بالجون بس علشان يغيظه. وكمان كان في مره دي بروين قاعد بيلعب لعبه فيفا ملامح وشه اتغيرت لما طلع ليه كورتوا بالفريق. دي بروين بيكره كورتوا لكن ما فكرش يبعته على المستشفى على طول زي ما عمل الزلاتاني ابراهيموفيتش. في مره من المرات وقت ما كان الزلاتان بيلعب لليوفنتوس كان في ماتش ليهم ضد الانتر بالدوري الايطالي، علشان يبقى الزلاتان بيجري بالكره ويجي من وراه الايطالي ماترازي وبيتدخل عليه تدخل عشان يوقعه حرفيا زي خروف العيد. طبعا هنا بيتجن جنان ابراهيموفيتش وعينه ما تبقاش شايف غير حاجه واحده انه ينتقم وبس. بس وقتها بتعدى على خير لان مدرب اليوفي قرر انه يطلع الزلاتان تجنبا للاصابه، لان المدرب عارف كويس امكانيات ماترازي وايه اللي ممكن يعمله. بس طبعا زي ما قلنا الدنيا زي الخياره يوم في ايدك ويوم في دور الايام يا صديقي ويروح الابره للميلان، ولسه الابره جواه كره الماترازي بدرجه كبيره جدا، وقاعد المده دي كلها مستني فرصه تجيله من السماء وانه يرد الفاول لماترازي. وبالفعل جت الفرصه الابره بضرب الغضب. اول ما بدا الماتش ويهاجم الزلاتان يجي ماترازي من وراه وجوه منطقه الجزاء ويوقع الزلاتان، بس المره دي بياخدها الزلاتان ضربه جزاء وكمان بيسجلها. بس لحد دلوقتي الزلاتان لسه ما انتقمش وبيستنى الزلاتان وقت معين ويقوم رايح رازع ماترازي شلوت في وسط بطنه، حاجه كده زي ماتشات المصارعه الحره، ودخلنا ماترازي يترمي على الارض ويفضل يتلوى من الوجع عشان يطلع وقتها على طول ماترازي من الماتش وعلى المستشفى وقتي، ولولا لطف ربنا كان ماترازي راح فيها. ولما سالوا الابره عن الموقف ده وهل كان قاصد انه يصيبه ولا لا قال لهم انا قاصد ده جدا. ولما سالوه ليه قال لهم لقد انتظرت هذه اللحظه منذ 4 سنوات كامله. بس طبعا كلنا عارفين الزلاتان وتصريحاته وعارفين كمان انه بيقول اللي هو عايز يقوله، لكن على الاقل الزلاتان مش خاين زي لوكاكو، واللي متصنف لوكاكو دلوقتي انه اكتر لاعب في العالم بيحب الخيانه. ايه متصنف بكده؟ استنونا في الفيديو الجديد اللي هنوضح فيه كل شيء. قبل اي حاجه ما تنساش لايك واشتراك للقناه علشان نستمر. اشوفك على خير، سلام يا صديقي.